اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هعمل لكم بطاطا بالمانجا. طعمها تحفه، تنفع تتاكل في الصيف مع بولة ايس كريم فانيليا، وينفع برضو كمان ناكلها في الشتاء وهي دافيه. شايفين شكل الطاجن؟ طعمه جنان، ان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا نبدأ مع بعض. ولو اول مرة تشوفوني، انا ليلي كيتشن، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. احنا دلوقتي هنشوي البطاطا بتاعتنا. هنجيب حلة وهنحط فيها كده ورق زبدة وهنرص فيها البطاطا بتاعتنا. احنا كده خلاص رصينا البطاطا بتاعتنا. هنحط لها بس نص كوباية من المية ونغطيها بورق زبدة برضو. احنا كده خلاص قفلناها وهنغطيها وهنحطها على النار لحد ما تستوي 3/4 سوا، وبعدين نشوف هنعمل ايه. كده البطاطا بتاعتنا خلاص بعد ما اتشوت. هنستنى عليها شوية بس بسيطة لما تبرد، وبعدين نبقى نشيل القشر بتاعها. دلوقتي بقى انا هقطع البطاطا بتاعتي الحلقات. هنشيل بس اول جزء منها، هقطعها حلقات بالشكل ده. بس هخلص كل الكميه وارجع لكم. يلا بينا نعمل السيرب بتاعنا. احنا في حله على النار هنحط كوبايتين سكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، وهنسيبهم لحد ما اول ما يبدأ يغلي السيرب معانا هنعصر عليه نص ليمونة. واول ما هيبدأ يغلي معانا كده هضيف نص عصير ليمون، طبعا انا ما بقلبهوش خالص علشان ما يسكرش معايا. دلوقتي يغلي معايا لحد ما يتقل، وبعد كده هوريهولكوا دلوقتي. وكده الشربات خلاص غلي معايا وتقل. هطفي عليه النار. انا كده طفيت خلاص النار على الشربات. هحط له معلقتين من الزبدة وهو سخن كده، وهسيبها تسيح معايا. كده خلاص السيرب بتاعي بعد ما برد. دلوقتي انا كان عندي مانجا ضربتها شوية في الخلاط، هضيف عليها السيرب اللي هو الشربات، وبعدين هضربها في الخلاط وهرجع له. ده كده شكل السيرب بتاعي خلاص بعد ما ضربته مع المانجا. دلوقتي بقى هنشوف هنعمل ايه. احنا دلوقتي هنجيب طاجن وهندهنه بالزبدة. طبعا احنا مولعين الفرن قبلها على درجة حرارة 180، وهقول لكم التسوية ازاي دلوقتي. الطاجن ده بجد هيعجبكم قوي. كده خلاص. دلوقتي انا هرص البطاطا بتاعتي اللي انا كنت شويتها. انا كده رصيت اول رصه في الصينيه، بعد كده هنرص الرصه التانية، بس هنحاول ان احنا ما نخليهمش كلهم يبقوا على بعض. زي ما انتوا شايفين كده. بحاول ان انا يبقى فيه فراغات متباعده شويه على قد ما بقدر. هخلصها كلها وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي انا كده خلاص رصيت البطاطا بتاعتي وبخلة خشب. انا بس هغرزها كده علشان خاطر
لما احط لها عصير المانجا تتوغل جواها بس كده زي ما انتم شايفين. هيساعد ان المانجا تدخل اكتر في البطاطا بتاعتي. انا دلوقتي هسقيها بعصير المانجا بتاعي. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. طبعا هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، يكون الفرن ساخن قبلها بس كده. من اول ما تبدأ الحروف بتاعتها تلون هطفي الفرن واطلعها تحت الشواية وبعدين هوريكم شكلها النهائي. زي ما انتم شايفين كده اول ما الحروف بتاعت الطاجن بتاعتي بدأت تحمر هطفي النار وهطلعها على الشواية لحد ما تاخد لون. ده كده شكل الطاجن بتاعي بعد ما طلع من الفرن. احنا هنسيبها بس تبرد شوية وممكن عادي تاكلوها مع بولة ايس كريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير.